مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر سوريا الديمقراطية ينهي أعماله في ديريك. ماف تسلم رسالة خاصة بضحايا الشاحنة النمساوية للأمم المتحدة. نقابة صيادلة أربيل تحذر شركات الأدوية من تشغيل غير العراقيين. رفع حالة منع التجوال في أحياء من نصيبين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم أهم التفاصيل. أنهى مؤتمر سوريا الديمقراطية في ديريك أعماله أمس باعتماد ورقة سياسية تضمنت الإقرار بإنهاء النظام الاستبدادي وبناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي في دولة لا مركزية. كما تضمن البيان الختامي للمؤتمر الإقرار بالتنوع المجتمعي السوري والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والشعب السرياني الآشوري الكلداني الآرامي والشعب التركماني والأرمني والشركسي، وحل قضيتهم حلا ديمقراطيا عادلا وفق العهود والمواثيق الدولية في أي دستور توافقي قادم. من جهتها أكدت قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بالرؤية السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن المؤتمر وتفاهماته في المفاوضات التي يخوضها. يواصل معارضون سوريون اجتماعاتهم اليوم الخميس ليستكملوا نقاشاتهم التي بدأت الأربعاء في مؤتمر الرياض للتوافق على مبادئ الحل وتشكيل جسم سياسي للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام. وأكدت مصادر من المؤتمر أن أرضية النقاشات هي الوثيقة التي وقعتها هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف السوري المعارض، وتم التباحث حول الثوابت الوطنية الحاكمة للتسوية السياسية ورؤية المعارضة السورية لهذه التسوية والعملية التفاوضية، المرجعية والآليات والجدول الزمني والمرحلة الانتقالية. يذكر أنه سيتم اليوم الخميس إقرار البيان الختامي وتتمة الحديث عن المرحلة الانتقالية من خلال الإطار الزمني والمهام والسياسات والمؤسسات ودور الأمم المتحدة والخطوات المستقبلية. قام عبد الباقي أسعد عضو مجلس أمناء منظمة ماف لحقوق الإنسان في سوريا بزيارة إلى مقر الأمم المتحدة لتقديم رسالة خاصة بقضية ضحايا شاحنة الموت النمساوية، حيث التقى أسعد بممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وسلمها الرسالة التي أرفقت بصور للضحايا. للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الباقي أسعد. أستاذ عبد الباقي، هل من الممكن أن تخبرنا عن تفاصيل هذه الزيارة بشكل أوسع؟ احنا الأمم المتحدة من امبارح الساعة 3 توقيت أوروبا الساعة 3 سمعنا مع مفوضية عليا للحقوق الإنسان، بعثنا موضوع عامل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عاما من درعا للديريك وصلنا، وبعد اتصال تبع النمسا الحادث الكبير اللي 71 ضحايا. قمنا التقرير وكان تراجع رئيس المنظمة كان تراجع فينا ووعدوا قريبا ان شاء الله يتصل معنا. أستاذ عبد الباقي، ما مضمون الرسالة وطلباتكم المدرجة فيها؟ طلبات بدنا التحقيق دوليا في الموضوع، تكليف المحامين بالموضوع. أستاذ عبد الباقي، هل تضمنت الصور التي أرفقتموها صور كافة الضحايا أم لا؟ قسم منه مو كافة، قسم من الصورة موجود. كان هناك تجاوب من قبل المفوضية أستاذ عبد الباقي؟ والله كان تجاوب وكان ترحب بالموضوع. إن شاء الله قريب يعني بيعطونا جواب. أستاذ عبد الباقي، ما هي الخطوة القادمة التي ستحاولون القيام بها لأجل ضحايا الشاحنة؟ ضحايا الشاحنة إن شاء الله قريبا بعد يومين 3 نكتب خبر العاجل بإذن الله. أستاذ عبد الباقي، هل من مزيد تريد أن تقوله لنا أو تخبرنا به؟ لا انا بعتذر منكم، صار 20 سنه انا بسويسرا ولغتي عربيه شوي لغه كثير، انا بعتذر انه يا ريت لو باللغه الكرديه. يعطيك العافيه استاذ عبد الباقي. يعطيك العافيه استاذ عبد الباقي، شكرا على المداخله.
نشرت نقابة الصيادلة في إقليم كردستان العراق فرع أربيل تبليغا إلى كافة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية في المدينة تطلب فيه عدم توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العراقية لديها، وأوضح التبليغ إلى وجوب عدم تشغيل هؤلاء في أي وظيفة كانت في هذه الشركات. وحذرت النقابة من إيقاف نشاطات وأعمال الأدوية والمستلزمات الطبية في المدينة في حال المخالفة. رفع والي نصيبين مساء أمس حالة حظر التجوال عن 4 أحياء من مدينة نصيبين، حيث نشر الوالي بيانا كتابيا أشار فيه إلى أن حالة حظر التجوال التي فرضت على الأحياء ال4 في السادس من كانون الأول قد رفعت في تمام الساعة 5 من مساء أمس الأربعاء. أعزائي مستمعي هيفي FM، نشكركم على حسن الاستماع.